القائي الجميل، بس مصرا مش هي مصر؟ ده بجد سؤال حلو. دورت فيها كتير قبل ما أقولها في الحلقة، وخلينا واضحين، لما دورت فيها لقيت إن العلماء اختلفوا شوية في تفسير المقصود بمصر. بس عن تفسير القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن مصرا لما تيجي منونة زي اللي في الآية هنا في سورة البقرة بيبقى مقصود بها مصر من الأمصار، يعني أي بلد كبيرة متحضرة فيها أسواق، اهبطوا مصرا، انزلوا بقى شوفوا في الأسواق اللي انتوا عايزينه ده. ما كانش مقصود بيها بلد معينة. بس مصر لما بتيجي غير منونة، يعني مثلا لما جت في سورة يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لما بتيجي ممنوعة من الصرف، مصر درس عربي كده في السريع نفتكر شوية، بيبقى مقصود بيها علم، ممنوعة من الصرف يعني علم، يبقى مقصود بيها بلد معينة مصر. زي ما جت في سورة يوسف برضو في سورة الزخرف لما قال فرعون أليس لي ملك مصر، ممنوع من الصرف هنا علم، يبقى مقصود بيها مصر. فمصر ما تقلقوش مذكورة في القرآن في صور تانية، بس في سورة البقرة هنا مصر لما جت منونة اختلف العلماء فيها في المقصود بيها، بس اتفقوا إلى حد ما لما بتيجي منونة مش ممنوعة من الصرف يبقى مش مقصود بيها مصر علم، مقصود بيها أي بلد كبيرة متحضرة فيها أسواق. والله أعلى وأعلم.